السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. معكم أم منار أو المطبخ المصري البسيط. النهاردة عملنا الكريب الجميل ده. طبعا بالفراخ أو بالدجاج زي انتوا بتسموه في بلادكم. ومعاه بطاطس محمرة، وزي ما شفتوا كده شكل الكريب وطعمه وشكله جميل أوي. وطعمه ده احنا بقى اللي احنا نقول عليه طبعا كان طعمه جميل جدا، بسم الله ما شاء الله. ده منار بنتي عملته بصراحة. قالت لي ماما انا هعمل كريب، قلت لها ماشي تمام. فانا عاملاه قبل كده على قناة اكل بيت على قد الايد، فقلنا نعمله على قناة المطبخ المصري بس النهارده منار هي اللي عملت الفيديو. وزي ما قدامكم كده طريقة سهلة وبسيطة، وطريقة الكريب سهلة خالص وما فيهاش اي حاجة. البنوتات اللي لسه اولى مطبخ طبعا تتعلم الكريب بيتعمل ازاي. متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، فعلوا زر الجرس كده عشان يوصلكم كل جديد من منار. ويلا بينا نشوف الطريقة. اول حاجه كده معانا فراخ متقطعه زي صوابع كده، سميكه شويه، لان الفراخ ده هنقطعها بعد احنا ما نحمرها. التتبيله بتاعتها كل التوابل اللي عندك بقى، بابريكا، ملح، فلفل، ملح فلفل وبهارات مشكله وبودره ثوم وبودره بصل لو حبيتي. كل التوابل اللي عندك، فلفل اسود، كل حاجه. حطينا كده حوالي نص كوبايه حليب في البوله، وحطينا معلقه هريسه الشطه، وحطينا معلقه مايونيز طبعا عشان التتبيله. واحده واحده مع بعضنا نشوف التوابل اللي احنا بنحطها. معلقه دبس رمان، من كل حاجه كده معلقه صغيره. طبعا لو انت ما عندكيش حليب ممكن لبن رايب. وده ليمون، عصرة ليمونة كانت مكعب في الفريزر طبعا فك. ودي البهارات اللي عندنا كل اللي قلتها، بودرة الثوم والبابريكا وجنزبيل، كل التوابل، اي توابل عندك، بهارات لحمه فراخ اللي عندك هتحطي. ما عندكيش اكتفي بالبهارات المشكله فقط والفلفل الاسود. عادي خالص مفيش اي مشكله. وبدات تقلب كده، وحطينا كده بدات تحط الفراخ كده. فراخ متقطعه كده زي ما بتوريكم، ممكن تقطيع الفراخ كده تكون عريضه شويه. ممكن تعمليها زي بانيه وتحمريها وتتبليها عادي وتحمريها وتقطعها عادي. اي فراخ عندك هتعمليها. بدأت تقلبها كده عشان تتبلها، عشان هنتركها في الاخر. بالنسبه للحليب، ما عندكش هو بيتعمل بلبن رايب، بس ما كانش عندي لبن زبادي او رايب. حطيت حليب. ما عندكيش لا دي ولا ده ولا ده ولا ده، هتحطي قشطه، معلقه قشطه عادي. وهنسيبه كده وغطيناه بالاسترتش طبعا، وهنسيبها كده على جنب. هنيجي بقى مع بعضنا عشان منار تعمل الايه. منار بنت طبعا تعمل الكريب ده. 3 كوبايات دقيق. كل كوبايه دقيق عليها كوبايه حليب او كوبايه ميه. حابه تعمليه بالحليب هتعمليه، حابه تعمليه بالميه هتعمليه. بدأت كده حطت الدقيق في الكبة الكبيرة. وطبعا المج الكبير ده طبعا حوالي كوبايتين حليب، وحطت عليهم كمان كوباية مية. يبقى 3 كوبايات عليهم 3 كوبايات سوائل، عليهم 3 كوبايات دقيق أو طحين. حطت كده معلقتين سمنة، معلقة ملح صغيرة. واللهم صل وبارك على سيدنا محمد. وضربتهم وجابت المصفى صفتهم. وهنسيبهم كده على جنب كده، وقلبتهم كويس طبعا عشان تعرف ان هي ناجحه. كده العلامه دي لو ما راحتش لبعضها تعرف ان هي كده الكريب مظبوط. لو راحت لبعضها يبقى تلاقيه خفيف. تمام. هيعوز شويه دقيق. وسابته على جنب. وجابت بقى بعدها، بعد ما سابته شويه يرتاح، جابت طاسه الكريب ودهنتها دهنه بسيطه زيت كده، يا دوبك نقطه كده، وبالفرشه دهنتها. وجابت منديل ومسحت طبعا الزيت تاني، وبدأت تحط أول كبشة في طاسة الكريب. وبدأت داير ما يدور كده تلف بيها علشان العجينة بتاعة الكريب تبقى داير ما يدور كده على الطاسة. وتسيبها شوية كده، يا دوبك كام دقيقة، على نار تكون لا هادية ولا متوسطة. لا هادية ولا متوسطة. ناخد بالنا. ساعة ما يتحرك كده، حركتها هي اتحركت على طول. جابت كده المعلقه الكبيره ديت، وبدات ان هي تقلبها على الجنب التاني. جنب هيكون واخد لون كويس، والجنب التاني هيكون ايه، فاتح، يكون فاتح، عشان طبعا الفتح ده لسه هنحط فيه الدجاج او الفراخ. هتتحمر شويه لسه تاني على في الطاسه، طاسه الكريب.
بقى عملت واحدة كمان معاكم اهيت. جابت برضو وفردتها داير ما يدور. حركت الطاسة من اليمين للشمال لحد ما اتفردت وبدأت تحرك فيها. لما تحس ان هي تمسكت وتتحرك كده خلاص بتقلبيها عادي مفيش مشكلة. وبشوش بقى وانت بتقلبيها عشان ما تقطعش معاكي. طبعا الطريقة سهلة وبسيطة ومفيهاش أي حاجة. طبعا الكريب مش بيتحط له خميرة يا حبايبي. في ناس بتحط له بيض، انت براحتك، حابة تزودي بيضتين مفيش مشكلة. اهم حاجه يكون جنبك صينيه عليها فوطه عشان الكريبايه اللي تنضج معاكي تحطها على الفوطه وتغطيها عشان ما تنشفش معاكي وتبص تلاقيها اتكسرت معاكي. التغطيه ديت بتعمل لها بتعرقها، بتخليها طريه معاكي عشان تعرفي تحشيها كويس. دي ملحوظه كده حبيت اقولها. وما نكترش ملح في العجينه. طبعا عجينه الكريب يكون ملحها بسيط عشان ما تكونش مالحه معانا. بدات كده هتخلص الكميه طبعا اللي معاها. هي طريقه سهله وبسيطه والله لكل البنوتات لسه اولى مطبخ. علموا اولادكم اتعلموا في البيت. شوفوا ماما بتعمل حاجه ازاي وتعلموا منها كل حاجه. مش عيب ان احنا نعلم ولادنا. كده خلصنا الكريب بقى وجينا بقى للايه. هنحمر الفراخ. معانا حبتين بيضة عليهم ربع كوباية حليب وقلبناهم كويس. ومعانا دقيق في طبق ومعانا الكريسبي في طبق تاني. يبقى معانا كده 3 حاجات: الدقيق والكريسبي والبيض. اول حاجه كده هناخد الفراخ من الخلطه اللي احنا عاملينها ديت وهنبدا نحطها في الدقيق ونرجع نحطها في البيض ونرجع تاني ناخدها من البيض نحطها في الكريسبي او البقسماط او تبع او الفيجيتار تبع اللي انت بتعملي بيه اللي انت هتحمري بيه. طبعا انا افضل الكريسبي طبعا اللي هو الفيجيتار. ما بيشربش زيت كتير لكن البقسماط بيشرب زيت كتير كتير بصراحه. فنخلينا في الكريسبي احسن. خلطة الكريسبي بتبقى احلى. بدأت عملت واحدة كمان قدامكم اهوت. هتحط في الدقيق الاول وبعدين في البيض وهتطلع من البيض على الكريسبي طبعا. وخلصت الكميه اللي معاها وهنروحوا بقى على البوتاجاز. سخنا الزيت بقى طبعا زيت غزير مش قوي يعني على قد ما هتحمري الحاجه. وتبدأي كده تحمري الفراخ. بدأت كده حمرت الفراخ باللون ده الدهبي الجميل ده. وطلعتها وزي بالمنظر ده. قطعت طماطمية كده زي السلطة شرايح بسيطة رفيعة كده. قطعت شوية فلفل بقى حار. يا حلو طبعا انت ما بتحبي. وعندها كاتشب ومايونيز وجبنة موتزاريلا. وطبعا بدأت كده جابت الفراخ تقطعها شرايح. الكفر بتاعها مش بيخرج منها. الكفر بتاعها جميل. اهم حاجة في ناس كانت سألتني ليه الكفر بتاع البانيه بيخرج منها وبتقطع منها. علشان انت ما بتضغطيش عليه في الكريسبي بعد ما بتخرجيه من البيض. تخرجيه من البيض سواء الفراخ سواء البانيه كده. لازم تضغطي عليه وانت حاطاه في الكريسبي تشربيه كويس. تضغطي عليه ضغط كويس تحطيه في الزيت. ده كده مش هياخد معاكي. وكمان الناس اللي بتعمل كفر قبل ما تدخله الفريزر. لا البانيه بتعملي بتخزنيه عادي في الفريزر وبتطلعيه بتعمليه بتجهزي خلطته اول باول احسن. بالكريسبي اول باول احسن وافضل. بدات كده جابت الصينيه وبعد ما قطعت الفراخ و... وتنت حرف الكريب كده لحد نصها. الكريبايه لحد نصها وحطت 2 جنب بعضهم. بدات حطت جبنه موتزاريلا وحطت فلفل الوان فلفل وحطت طماطم. وبدات تحط الفراخ او الدجاج بالمنظر ده. طبعا انت بقى ما انت حابه تحطي كميه كبيره انت بقى هي حطت على عشان تعرف تقفل كويس زي كريب المحلات. وتطلع في الاخر زي المثلث. طبعا انتوا فاهميني. عشان ما تبقاش حته طالعه وحته داخله. لا هي عايزاها فراخ مش كتيره فيها وفي نفس الوقت تطلع بشكل المثلث بالظبط زي ما بتجيبها من المحل من بره. وحطت كاتشب. وعشان نحط جبنه موتزاريلا ليه علشان خاطر تمسك لنا الفراخ جوه وتسيح كده جواها كل حاجه تكون تعرفي تقلبي الكريبايه من الجنب ده للجنب ده وتتحكمي فيها. فطبعا جت لما تيتني ديت لقت الحرف ده هيكون مش مظبوط. فسابته وعملت الحرف التاني. وادي المنظر بعد ما حمرتها منظر جميل يشاهي ما شاء الله. اعملوا حاجتكم بحب. اهتموا بحاجتكم. اعملوا لاولادكم حاجتكم في البيت هتكون اوفر من بره بكتير لو بربع فرخه. يا رب اكون بفيدكم فيديوهاتي. يا رب تكون فيديوهاتي بتعجبكم. متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس كده عشان يوصل لكم كل جديد من ام منار. واي حد عايز يطلب اي حاجه في الكومنتات